ليه البنك المركزي خفض الفايدة؟ عشان التضخم قل. طب عشان التضخم قل يبقى معناها إن الأسعار قلت؟ لا طبعا. طب يعني إيه تضخم أصلا؟ التضخم هو الزيادة المستمرة في أسعار السلع اللي بنشتريها كل يوم. يعني مثلا لو كيلو الرز النهاردة ب 13 جنيه وكان السنة اللي فاتت ب 10 جنيه فكده تضخم 30%. في مصر التضخم بيتحسب عن طريق سلة اسمها سلة السلع، فيها أكتر من 1000 سلعة: أكل وشرب ولبس ومواصلات وفواتير، والأكل والشرب بس بيمثلوا 35% من السلة. بيحطوا النسب على حسب استهلاك المواطن الطبيعي شهريا. كل شهر بيجوا يحسبوا الأسعار زادت قد إيه ويقارنوا الزيادة دي بنفس الشهر من السنة اللي فاتت. طب إزاي التضخم بينزل والأسعار بتزيد؟ التضخم معناه إن الأسعار بتزيد بس مش بنفس السرعة بتاعت السنة اللي فاتت. يعني مثلا لو الأسعار زادت السنة اللي فاتت 35% والسنة دي 20%، يبقى الأسعار بتزيد عادي لكن التضخم بيقل. لكن لو الأسعار نفسها قلت فده اسمه الانكماش، ودي بتبقى مصيبة. البنك المركزي خفض الفايدة عشان الأسعار بدأت تنزل، بس ده مش معناه إن الأسعار قلت، ده معناه إن الأسعار بتغلى بس أبطأ من قبل كده.